السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ صلوا على النبي يا جماعه. عايزه اقول لكم بقى من هنا ان انا كنت لسه طابه من متغمر ولقيت الشقه كلها نمل والدنيا تضرب تقلب عندي. قلنا والله ما انام فيها غير اما اقلب عليها واطيها. المهم صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. واللي ما حطش اللايك يحط اللايك، وامنتكم امانه وحياه حبيبكم النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اللي ما يحطش اللايك يحط اللايك. وعايزه اطلب منكم حاجه، الناس اللي ما بيجيلهاش اشعارات مني بالفيديوهات تلغي المتابعه وترجع تتابع تاني، لان في ناس كتير بتكتب لي بتقول لي يا ام جنى الاشعارات ما عادتش بتوصل لنا. فبالله عليكم امنتكم امانه، اللي بيحب ام جنى بجد يكمل معايا الفيديو للاخر عشان نستمر، ورغم انف الحاقدين يعني كملوا معايا الفيديو للاخر. حتى لو انت مش هتتفرجي عليه وهتكملي كده وانت بتسمعيني بس، يبقى جزاك الله كل خير وربنا يخليكي لينا. عايزه اقول لكم هنا بقى، كنت انا مروحه 100 غمر. كنا قعدنا يومين كده في القاهره وكنت مروحه. فبيني وبينكم مفروض كنا بيتنا لتاني يوم، علشان كنا عايزين نروح كذا شركه كده. عايزين، لسه ما قدمتش على فكره، يعني كل ده انا لسه ما قدمتش على الغاز. للاسف المهندس عمال يقول لي يا ام جنى ما ينفعش ان احنا نوضب الشقه ونفرش ونعمل، ويجي بتوع الغاز يكسروا ويدشدشوا والكلام ده. فانا هنا بصوا انا اتاخرت جدا. انا بصوا من النوع اللي بروطه، انا بروطه. قولي ام جنى بروطه وحطي اللايك يا قلبي، حطي اللايك. اقسم بالله العظيم انا عايزه اقول لكم ان انا بصوا اما بروح متغمر بنسى القاهره خالص، واما بروح القاهره ما ببقاش عايزه ارجع متغمر. هتقولوا لي ليه؟ هقول لكم ما اعرفش. المهم فبيني وبينكم هنا كنت بسجل لكم الفيديو بصوتي، وبقول لكم ان انا ان شاء الله هرجع القاهره تاني بكره او بعده. بس هرجع انا ومازن، وممكن نقعد هناك يومين ثلاثه ونسيب احمد وريان وجنى. كده كده خلاص الدراسة مفروض هنبدأ دراسة من أول 1/8. عايزة أقول لكم إن في حاجات كتير في الشقة. لو أنا بصوا، في ناس برضو قالت لي يا أم جنى ما ينفعش إن أنت تسيبي الشقة وخلي مازن يقعد مع الصنايعية وكده. بصوا أنا عايزة أقول لكم إن الراجل النقاش أصلا اللي هو تبع المهندس محمد، بصوا أنا شايفة إن هو قايم بالواجب. وبصوا مفيش كده حاجه بصراحه النقاش 10/10. لدرجه حتى الحاجات الخشب اللي هي بتاعت الصاله، اقسم بالله العظيم بصوا 10/10. المهم عايزه اقول لكم ان احنا هنا كنا وصلنا متغمر، وكنت حاسه ان انا عماله انام على نفسي، رغم ان احنا صاحيين بدري النهارده، بس حاسه ان انا عماله انام على نفسي وعماله افقر. المهم قلت لمازن بقول لك ايه، انا مش قادره، هات لنا قهوه. احمد نزل جاب لنا قهوه من عند اسمه ايه ده، هو اسمه ايه بتاع القهوه اللي اسمه ايه. المهم جبنا القهوه، وقلت للعيال خدوا بقى المخدات وخدوا السجاده والحاجه واطلعوا طلعوها، على بال ما اروح اجيب انا وابوكوا لبن، على اساس ان انا هعمل رز بلبن. الولا ريان نفسه هيبيض وياكل رز بلبن. قولي ام جنى رز بلبن وحطي اللايك. عايزه اقول لكم كمان ان انا ومازن رحنا جبنا الشبك ده. يا خبتي يا خبتي الصيده المستخبيه. عايزه اقول لكم ان انا الشبكتين دولت جايبه الشبكتين دول ب 90 جنيه اهو، اللي في ايد مازن دولت. الشبكتين دولت اللي في ايد مازن ب 90 جنيه. كنت جايبه الرفوف بتاعت التلاجة اللي انا لسه جايباها قريب، اتكسرت. جايبه الرف الواحد ب 200 جنيه، الرف من ده ب 45 جنيه. قلت والله العظيم ما جايبه تاني، انا هجيب سلك. فجبت السلك بالصلاه على النبي، السلك جميل. عايزه اقول لكم ان انا قبل ما امشي كنا سايبين المرتبه هنا، لان كنت بنام في الارض. الجو عندنا ولعه ولعه ولعه. بصوا الشبك ده الواحده منه ب 45 جنيه. اللي انا كنت جايباهم وعاملاهم معاكم كانت الواحده ب 200 جنيه. لا انصحكم نصيحه لوجه الله، هاتوا ده. كنت فاكره ان هو بيصدي ويخلي التلاجة شكلها قديمه زي بتاعه زمان، بس والله العظيم لقيته جميل. المهم عايزه اقول لكم بقى ان هنا كنت لسه طالعه وبقول هنعمل اكل وكده. المهم قلت اما اقوم الاول اطمن على الديب فريزر. انتوا عارفين ان انا كنت بصوا مسافره وكنت مرعوبه ان انا ارجع الاقي الحاجه اللي في الفريزر بايظه. عايزه اقول لكم بقى للناس اللي قالت لي يا ام جنى قولي لي لان التلاجة عندنا بتفصل، عملت زي كده الديب فريزر. جينا نفتحه لقينا الحاجه سايحه. عايزه اقول لكم ان في حاجه كده لازم بيشرحها لكم، ان احنا نفصل التلاجة خالص. شيلي الفيشه، صلي على النبي كده، صلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. شيلي الفيشه. وعايزاكي تعملي الحركه اللي مازن حالا هيعملها. لا مش الزرارين دول، كان بيعمل الزرارين دول كده مع بعض، لا رجع بدلهم. استنى
عايزه بقى اقول لكم هنا ان عايزه اقول لكم ركزوا بس معايا، عشان انا ايه حاسه ان انا تهت منكم. في زرارين كده تفصلي التلاجة الديب فريزر الاول وتتكي على الزرارين دولت وترجع ودولت اللي هيخلوا التلاجة عندك ترجع تشتغل من اول وجديد كانك لسه شارياها. لا مش الزرارين دولت، الزرار اللي فيه المروحه. بصوا مازن اتلخبط هنا، مازن كان اتلخبط هنا. انا عايزاكي بس تركزي معايا في الزراير دي، اللي هو الزرار. بصي ايوه اللي هما دولت الزرار اللي فيه المروحه مع الزرار اللي هو الاخير ده اهو. تفصلي التلاجة وترجعي تتك عليهم الاتنين مرة واحدة، هيعمل برنامج كده يعني ايه، ان الديب فريزر كأنه بيشتغل من اول وجديد. جربيه وعلى ضمانتي التلاجة هتلاقيها بتتلج، وهتلاقي ان الفريزر، عشان ما تجيبيش حد يبوظ لك الفريزر بتاعك. اوعي اسمعي كلام. انا كنت بيني وبينكم قلت هتصل بالضمان او اجيب اي حد يجي يظبطها لي، عشان لو حبيت ان انا اسافر في اي وقت. فبالصلاة على النبي دخلت على النت وقعدت ابحث لغايه ما وصلنا ناس كده عماله تشرح وتقول لنا، وبقيت اتفرج على فيديو واثنين وثلاثه وعشرة. وعايزه اقول لكم ان الحمد لله ان انا ما اتسرعتش وجبت اي حد صلح لي الديب فريزر. المهم عايزه اقول لكم هنا بقى كنت انا كملوا معايا بس الفيديو، كملوا معايا. احنا لسه هنعمل مكرونه وهنعمل فراخ وهنعمل حاجات كتير. عايزه اقول لكم ان هنا كان بقى قلع لي بلبوس وبيني وبينكم يعني هو عيل بقى عمال يبلبط. وفي نفس الوقت جبنا ميه بكلور بحاجه كده بتاعه رش النمل وكبناها في الارض. وكلنا كنا بنساعد، يعني عشان ما حدش يقول ان احمد وريان هم اللي بيشتغلوا لوحدهم، لا كلنا بنساعد من ورا الكاميرا. وعايزه اقول لكم ان انا كنت هخلي احمد هنا بقى كنا خلاص روقنا الصاله ومسحناها وظبطنا الدنيا علشان نعمل الاكل على نظافه. عايزه اقول لكم يا جماعه اقسم بالله العظيم، انا اول ما دخلت مسكت الهدوم، غسلت دوره هدوم. وهنا برضو هنا كانت جانا بصراحه غسلت المواعين. كنا احنا قبل ما نسافر كانت الميه مقطوعه والنور مقطوع، وكنا سايبين كميه مواعين كبيره بصراحه. احمد ساعد مازن في مسح الشقه. وانا بيني وبينكم النهارده كان يوم ما يعلم بالله ربنا، مش عارفه كان عنده هبوط ليه. كنت حاسه ان انا لدرجه انا سلقت الفرخه وقلت ان انا هخلي احمد يعمل معاكم المكرونه، لان احمد اصلا هو اللي شفته هنا بقى. كنت بصوا والله العظيم ما كنت قلع الخمار وحاسه ان انا مش قادره. فقلت انا هعمل معاكم الفيديو من غير شكلي يعني وانا بصور، لان ما كنتش قادره ان انا اظهر وما كنتش قادره ان انا اطلع. فقلت لا انا هعمله كده. وبعد كده والله العظيم رغم ان قلت كده طلعت برضه واشتغلت وعملت، والحمد لله عدت على خير. عايزه اقول لكم ان انا كنت بيني وبينكم هتصل بتاع السمك يجيب لنا سمك النهارده. بس انا بقالي يومين زي ما تقولوا كنت بنام في الارض في القاهره، وحاسه ان جسمي كان متكسر ودخل عليا دور برد لاني بقيت عماله اعطس. فقلت لو جبت سمك هيقلقل عليا البرد وكده يعني. لا هروح اعمل فرخه من الفراخ الساس، ودي الفراخ الساس اللي انا كنت مربيها معاكم. عايزه اقول لكم ان اقسم بالله العظيم عملت شويه شوربه زي العسل. بصوا بعد ما انا حطيت الفرخه كده قمت راجعه تاني شايلاها ومكتفاها، بدل ما انا سايبه رجليها كده مفسخه في نفسها. المهم عايزه اقول لكم الطريقه بتاعت الفراخ دي جميله قوي. بتحطيها على الناشف بتتشوح بتبقى حلوه، وبغطي عليها بقى. هوريها لكم حالا بقى بعد ما انا كتفتها. هنا بقى كنت بيني وبينكم قلت لاحمد انا مش هقدر اعمل اي حاجه، اعمل انت الاكل. بصوا هنا كنت كتفت الفرخه ازاي. هنا كنت كتفت الفرخه واحمد هنا معلق على الميه عشان يعمل المكرونه. والله العظيم كنت تعبانه، انا كنت تعبانه فعلا، كنت تعبانه بس مش عارفه تعبانه من ايه، لان انا ومازن بيني وبينكم اتخانقنا في الطريق وحصل تاتش كده بينا حلو يعني، والحمد لله عدت على خير. المهم عايزه اقول لكم طبعا انا مش هعمل صلصه. انا قبل ما اسافر برضو كان عندي شويه طماطم حلوين في الفريزر، طلعتهم وخدعتهم واهو بصوا احمد مطلعهم من الفريزر اهو. بصوا الطماطم ديت انا كنت مخدعاها كده، مخدعه وحاطه لها ملحها والفلفل الاسمر بتاعها وحاطه لها صلصتها وحاطه الشطه بتاعتها للمكرونه. عايزه اقول لكم بقى اللهم صل على النبي، انا مش هحطها كلها يعني، انا خدت منها جزء للمكرونه والباقي هعينه تاني في التلاجة. هنا بقى الفرخه زي ما انتم شايفين كده بقلبها يمين وشمال، ومش هكتر فيها الشوربه علشان تطلع زي العسل. عايزه اقول لكم بقى ان انا بصوا هنا بقول الله الله الله. بصوا حاسه ان انا عطشانه اصلا. بالصلاه على النبي، صلوا على النبي يا حبايب قلبي. هنا بقى احمد بقى بصوا الصلصه شكلها عامله ازاي. قلت لاحمد خد عد مثلا 5 كبشات. هو هنا كان عايز يشيل بالبتاع، قلت له بقول لك ايه هتبوظ لي الدنيا، عد 5 يا واد كبشات، 5 كبشات كده حلوين. بصوا 5 كبشات اهو، وهنزل بها على المكرونه. عايزه اقول لكم ان المكرونه بتاعتي ما بحطش فيها اي بهارات، المكرونه بتبقى حلوه من غير بهارات، ملح وفلفل اسمر وشطه وخلاص على كده.
بصوا بقى الشوربه بتاعت الفراخ الساسو، يا لهوي، دي كانت عايزه محشي، عايزه كبيبه. بالصلاه على النبي، صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. واللي ما حطش اللايك يحط اللايك. وعايزه اقول لكم اللي برضو الناس اللي ما بيجيلهاش اشعارات مني، الغوا المتابعه، الغوا يعني الاشتراك، وارجعوا اشتركوا تاني. وربنا يسعدكم ويفرحكم ويرزقكم من حيث لا تحتسبوا. ويا رب اي حد نفسه في حاجه ربنا يحققها له. طبعا عايزه اشكر ربنا وبشكركم تاني، هفضل اشكر ربنا واشكركم تاني لغايه اخر نفس ليا، لان يعني انتوا السبب، انتوا السبب بعد ربنا طبعا في الرزق او في الخير او في الخير اللي انا فيه. كلكم على راسي والله يا جماعه، ايا كان بقى مين حلو وحش، يلا ربنا يسهل لعبيده. المهم عايزه اقول لكم ان كان في اختلاف ما بين ان انا اعمل مكرونه اسباجيتي واعمل مكرونه صغيره. ريان بيحب المكرونه الصغيره واحمد بيحب المكرونه الاسباجيتي. عايزه اقول لكم ان انا والله 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 ما دقت طعم المكرونه دي ولا اعرف طعمها ايه غير رجل الحلفان. دقت الصلصه بس ما اكلتش من المكرونه. الله اكبر الله اعظم. دلوقتي انا بمنتج لكم الفيديو والمغرب بيد. هنا بقى كنت بحمر الفرخه وهو ده اكلنا النهارده، مكرونه فرخه من البيت من اللي انا مربياها برضو، والحمد لله فضل ونعم. الله. يلا يا جماعه اشوف وشكم على خير، وما تنسوش اللايك، والسلام عليكم مع الف